السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وصحة وعافية والسلام. ان شاء الله النهارده يكون الفيديو بتاع حل الابلايد ماثيماتكس او الرياضيات التطبيقية تانية ثانوي ان شاء الله باستخدام الآلة الحاسبة. مبدئيا كده انا عايز اوضح نقطة في البداية، اللي انا قبل ما ابدأ حل هنشرح شوية نقاط انت لازم تفهمها، ولازم تفهمها قبل ما تحل بالآلة الحاسبة. حاجات أساسية جدا وبتتكرر في الامتحانات. دي مجموعة أسئلة أنا مجمعها تحت بتتكرر، بس لازم تبقى فاهم الكونسبتس الأساسية اللي في المنهج. حد هيقول لي يعني أنت هتشرح؟ لا أنا مش هشرح، أنا هديك بعض الكونسبتس الأساسية بشكل سريع جدا، اللي هو يا دوبك انت تفهم الحوار بيتكلم على ايه عشان تعرف تحل الاسئله دي. طيب واحد هيقول لي يعني شرح تفصيلي كده، اقول لك لا، انت ممكن ما تفهمش اصلا، لان بقول لك مش هشرح تفصيلي، انا هفهمك الكونسيبت بشكل عام كده عشان نعرف هنشتغل ازاي. تمام تمام. خلينا بقى ايه ندخل في صلب الموضوع على طول. تمام تمام. نشوف كده الموضوع بيقول ايه. ماشي. بص يا غالي، مبدئيا كده بدأ لك المنهج بثلاث قوانين. القوانين ديت بيسموها كاينيميتكس ايكويشن او قوانين الحركه. قوانين الحركه دي بتنص على ايه؟ تعالى واحنا نقول لك قوانين الحركه ديت بتنص على ايه. مبدئيا كده قوانين الحركه ديت شغاله في حاله واحده فقط. ايه الحاله دي؟ الحاله ديت لو الجسم ماشي بحاجه اسمها يونيفورم اكسلريشن. هتقول لي انت مش فاهم اي حاجه، هقول لك تعالى نفهم يعني ايه يونيفورم اكسلريشن. تعالى بس نشد كام خط كده. تمام. على افتراضا ان دي اول ثانيه عندنا الجسم بيتحرك، دي الثانيه التانية، دي الثانيه التالتة، دي الثانيه الرابعه. على افتراضا ان الجسم بدأ بسرعه 5 متر بير سكند، بعدها السرعه بتاعته زادت في الثانيه التانية بقى 10 متر بير سكند، في الثانيه التالتة بقى 15 متر بير سكند، في الثانيه الرابعه بقى 20 متر بير سكند. في الحاله ديت بنسميه يونيفورم اكسلريشن. يعني ايه اكسلريشن؟ يعني تزايد او تناقص، ولكن احنا قلنا اكسلريشن نعتبرها هنا تزايد. ليه بيسميها يونيفورم اكسلريشن؟ لان السرعه بتزيد بمقدار ثابت كل ثانيه، اي كل ثانيه الثانيه الاولى للثانيه السرعه من زادت من 5 بقت 10، زادت 5، زادت 5. في كل ثانيه السرعه بتزيد بمقدار ثابت، بنسميها يونيفورم اكسلريشن. الفيلوسيتي بتزيد بمقدار ثابت. طيب ممكن برضو نفس الكلام دوت. يعني احنا لو جينا نبص على الاكسلريشن هنا، الاكسلريشن بيساوي ايه؟ السرعه بتزيد مقدار قد ايه كل ثانيه. هنعمل اللي هنعمل يعني قانون الاكسلريشن، بس احنا مش محتاجينه دلوقتي. يعني لو عايزين نعرف هي 5 متر بير سكند سكوير. لو اعتبرنا مثلا ان هنا ايه السرعه زادت من 5 ل 10، فهنقولها 5 متر بير سكند سكوير، اللي هي 10 ماينس 5 على 2 ماينس 1. بس مش عايز الخبطكم دلوقتي ولا اكني قلت حاجه. تمام تمام. نفس الحوار ممكن تكون السرعه بتقل. يعني ايه السرعه بتقل؟ يكون مثلا البادي بادئ ب 30، يبقى 20، يبقى 10، برضو في الثانيه الاولى الثانيه الثالثه السرعه بتقل. ساعتها بنقول الاكسلريشن بيساوي نيجاتيف 10. يعني السرعه نيجاتيف 10 متر بير سكند سكوير، السرعه بتقل واحنا ماشيين. تمام تمام. في البدايه كده بقى زي ما قلنا بدأ لك المنهج بثلاث قوانين الحركه. ثلاث قوانين الحركه شغالين في حاله الاكسلريشن يكون يونيفورم فقط، سواء بيزيد او بيقل. يعني لو جسم مثلا في الثانيه الاولى كان ماشي بسبعة، في الثانيه بقى ب19، الثالثه بقى ب40، مفيش علاقه او مفيش حاجه بتربطهم، مفيش ريشيو ثابته، يبقى اذا مش هتستخدم قوانين الحركه، ولكن مش هيجيلك في المنهج الكلام ده. تمام تمام. هتقول لي انا فاكر على ايام تالتة اعدادي كنا بنستخدم قانون تاني بيقول لك فيلوسيتي بيساوي ديستانس على تايم. ليه ما نستخدموش؟ هقول لك دلوقتي اما نشرح القوانين دي. الثلاث قوانين بتوع الحركه بيقول لك القانون الاول الفي فاينل بيساوي في نوت زائد اي تي. هتقول لي ايه الفي فاينل؟ دي اخر سرعه انت وصلت لها في نص السؤال. طيب ايه الفي نود؟ دي السرعه اللي الجسم بدا يتحرك بيها. ايه الاي دي الاكسلريشن اللي الجسم ماشي بيها، سواء بوزيتيف او نيجاتيف. لو قال لك ان اكسلريشن هتحطها بالبوزيتيف، لو قال لك ديسيلريشن هتحطها بالنيجاتيف. التي ده الوقت اللي الجسم خده عشان الحركه. تمام. القانون التاني بيقول لك اس بيساوي في نوت تي زائد هاف اي تي سكوير. طيب ايه هي الاس؟ هي الديسبيسمنت او المسافه اللي الجسم مشاها. ايه في نوت دي السرعه اللي الجسم بدا حركه بيها. في نوت افتكر السرعه اللي الجسم بدا حركه بيها. التي ده الجسم ده التايم اللي الجسم خده في الحركه. هاف ده حاجه كونستانت. ايه ده الاكسلريشن بتاعك، سواء اكسلريشن او ديسيلريشن، سرعه بتزيد او بتقل، بوزيتيف او نيجاتيف. تي سكوير ده التايم هتعمله سكوير. اخر قانون بيقول لك في فاينل سكوير بيساوي في نوت سكوير زائد 2 اي اس. تمام تمام. السرعه النهائيه باور 2 بيساوي الابتدائيه باور 2 زائد 2 في الاكسلريشن في ديسبيسمنت. تمام تمام. حلو الكلام حلو الكلام. طيب يا صديقي، ده كده كان القوانين الاولانيين. في قوانين تانية بالظبط نفس الفكره، ولكن يعني انا مش عايز اتطرق للموضوع ده عشان ما لخبطكش، ولكن هقوله في شكل سريع. انت دلوقتي معاك كوره، حلو الكلام. الكوره ديت انت حدفتها لفوق، حلو الكلام حلو الكلام. عشان تجيب مثلا بقى سرعتها اكسلريشن الكلام ده كله، برضه بنفس القوانين، ولكن بقى انت بتعوض بحاجه اسمها جي جرافيتي اكسلريشن، بيرمزوا لها برمز الجي. لو انت بتحدف الحاجه لفوق فهي بتكون عكس اتجاه الجاذبيه بنيجاتيف 9.8 متر بير سكند سكوير. انما لو بتحدف حاجه من فوق لتحت هتبقى 9.8 متر بير سكند سكوير. بتعوض بس مكان الايه ب 9.8 او نيجاتيف 9.8. تمام تمام. ده مثال للقوانين. هي جايه فرقه المفاهيم بالتفصيل اهي. فين اهي؟
لو انت الفري فولينج اهي. تمام تمام. وبرضو انا عايز اوضح حاجه، يعني إيه، احنا لو عايزين نجيب المسافه اللي الجسم هيوصل لها بعد وقت معين، عايز اوضح حاجه، ان كل الكلام اللي احنا شغالين ده ما ينفعش نطبقه في الواقع الملموس بتاعنا. يعني ايه؟ يعني مثلا ايه؟ طب ما انا ممكن اكون بحذف حاجه خفيفه، بحذف حاجه تقيله، قوانين ما فيهاش ناس متحكم فيها. اقول لك الكلام دوت موجود في الظروف المسلمه. يعني ايه ظروف مسلمه؟ انت لخبطتني معاك. انا عايز اقول لك معلومه، مش عارف هتصدمك ولا لا. لو انت بتذاكر فهي اكيد مش هتصدمك. تعرف اللي انت لو جبت حجره وزنها 1000 طن، وجبت ريشه ورميتهم في الظروف المسلمه، ايه هي الظروف المسلمه؟ يعني شلت مقاومه الهواء والكلام ده كله مجرد باعتماد على الجرافيتي، وحطيتهم في اوضه مفرغه، رميت الاتنين هينزلوا في نفس الوقت بالظبط. مش مقتنع؟ روح ابحث على اليوتيوب، بس على اليوتيوب، بس انا بس مش هينفع احط الفيديو دوت عشان ما يجيليش كوبي سترايك. اكتب ناسا اكسبيرمنت، اللي هو كانوا بيرموا ريشه وستون. يعني انت ابحث بقى عن الحوار ده هتلاقيه يعني. تمام تمام. انا بس كنت بحاول اخلي دماغي تشتغل شويه، وبرضه هنقول النقاط اللي هحلها على طول. تمام تمام. عندك بقى التاني نقاط عندنا، هي برضه لها علاقه بقوانين اللي انت بتحدف حاجه من فوق لتحت والكلام ده كله. انت دلوقتي بيقول لك ايه؟ انت عايز تعرف الماكسيمم هايت، ماكسيمم هايت. انت دلوقتي بتحدف حجره من تحت لفوق، عايز تعرف اعلى ارتفاع الحجره ده توصل له هيكون ايه. اللي بتعمل الفي نوت على الجي، السرعه اللي انت رميت بيها على الجي، ده قانون ثابت. طيب انت عايز ده التايم اللي الكوره او الحاجه اللي انت بتحدفها خدته عشان توصل للماكسيمم هايت. طيب انت عايز تعرف المسافه اللي هي وصلت لها، يعني انت حدفت كوره، عايز تعرف اقصى مسافه توصل لها ايه، ماكسيمم هايت، او اس بيساوي ايه، في نوت سكوير على 2 جي. تمام تمام. طبعا الجي انت بتعوض ب 9.8 متر بير سكند سكوير. تمام. طالما عندك بوينت متر بير سكند سكوير، اتاكد ان الفيلوسيتي تكون بمتر بير سكند، وهنتعلم ازاي دلوقتي. تمام تمام. في حاجه تانية هنتكلم عليها. اول ما تلاقي جاب لك، بس انا تحط هنا اسهم، اول ما تلاقي جاب لك في المنهج سيره الريلاتيف، ثانيه بس يعني، لو ينفع كده ثانيه واحده نشيل دي. تمام كويس، عشان بس مش عايز دي. تمام. لو لقيته في منهج جاب لك سيره ريلاتيف فيلوسيتي، يعني ايه ريلاتيف فيلوسيتي؟ ما بنعتمدش فيها اشارات. يعني ما بنعتمدش، قصدي يعني ما بنعتمدش فيها اتجاهات، بنعتمد اشارات. الاتجاه بيكون ليه اشاره، فما تعبش نفسك. اول ما يقول لك في اي بي او ريلاتيف فيلوسيتي لقيت علامه الار دي، فبتساوي في اي الاولى ماينس في بي اهي. في اي بي بتساوي في اي ماينس في بي، في اي ماينس في بي. تمام تمام. هتفهم دلوقتي قصدي. طيب دلوقتي بقى في حته الريلاتيف فيلوسيتي عايزين نتكلم منها في الواقع بتاعنا. بيقول لك ايه؟ انا هسالك سؤال. دلوقتي انت ماشي بعربيتك في اتجاه مثلا، في الاتجاه ده بسرعة 70 كيلومتر بالأور، وشخص ماشي في عكس الاتجاه بسرعة 40 كيلومتر بالأور. أول نقطة اللي انتوا هتشوفوا فيها بعض هنا وانتوا جنب بعض، انت هتحس ان انت هتحس ان الشخص اللي قصادك ده ماشي بسرعة كام؟ بسرعة 70 زائد 40. بتحس انه سريع جدا. ليه؟ لأن انت ماشي بسرعة وماشي بسرعة، فهتحس انه ماشي ب 110 كيلومتر بالأور، مجموع سرعتكم انتوا الاتنين. انا عارف ان انت ممكن ما تبقاش مقتنع، ولكن الموضوع فعليا حقيقي. طيب افرض انت ماشي بعربيتك مثلا، ماشي بسرعه 70، وشخص جنبك مثلا ماشي بسرعه 40. حلو الكلام. انت هتحس ان، او خلينا مثلا نقول حاجه تانية، ماشي بسرعه 110. انت هتكون بتبص عليه وانت ماشي بعربيتك كده، انت هتحس ان الشخص دوت ماشي بسرعه كام؟ 110 ناقص 70، هتحسه ماشي بسرعه 40. ليه؟ لان ده بيعتمد على اتجاه. انتوا في نفس الاتجاه ولا لا؟ هتقول لي مش فاهم. هقول لك الموضوع احنا مش جايين نشرح بالتفصيل، فحاول كده يعني على قد ما تقدر. اهو بص دوت الاوبوزيت دايركشن، في اي بي، يعني سرعه الاي وهو باصص للبي، velocity of A relative to B بتساوي في اي بلس في بي، في بي بلس في اي. ده لو انت اوبوزيت. طيب قال لك سيم دايركشن، لو انتوا الاثنين ماشيين في نفس الاتجاه، اهو في اي بي، لو انتوا الاثنين ماشيين في نفس الاتجاه بيساوي في، بص بقى لو انتوا الاثنين ماشيين نفس الاتجاه، انت بتقول سرعه الاي بالنسبه لبي، تقوم عامل في اي ماينس في بي. في مشكله؟ سرعه بي بالنسبه لايه، سرعه السياره بي بالنسبه لايه، سرعه السياره بي بالنسبه لايه. تمام تمام. طيب هتقول لي امتى نستخدم دول؟ لو قال لك علامه الارو دي، لو لقيت علامه الارو دي تمام، ما بنعتمدش فيها اشاره. تمام احنا قربنا نخلص اهو. عندك هنا بقى دي تحويله اساسيه تعرفها. لو انت عايز تحول من الكيلومتر بير اور لمتر بير سكند، بتضرب في 5 على 2. يعني على سبيل المثال لو جه قال لك 20 كيلومتر بير اور ايكوال نقط متر بير سكند، انت هتعمل 20 ملتبلاي 5 على 2. ماشي انا اخترت رقم ذكي بس مش مشكله. هتلاقيها طلعت لك 50 على 9، 50 على 9 ثانيه متر بير سكند. كده نكون عملنا تحويل. تمام ماشي ماشي. دلوقتي بقى دي حاجه احنا عايزين نعرفها. انت التحويلات عايز تحول من نيوتن للداين، الكلام ده كله
الكلام ده انت لازم تحفره في دماغك. وعامة دول فرقة المفاهيم بس، يا ريت يعني بدل ما تلخبط نفسك بالكلام ده من هنا يعني تحاول تحطها في دماغك كده. بص يا غالي، انت عندك نيوتن عايز تحوله لداين، بتضرب في 10 باور 5. داين دي وحدة اصغر من نيوتن. تمام تمام. طيب هتقولي ازاي انت يعني دوت نيوتن وكده حاجات لها علاقه بالويت، ايه جاب الكيلو جرام ده ماس؟ هقول لك ما هو دي المفروض نكتب كيلو جرام ويت، ولكن استسهالا بكتب كيلو جرام. تمام تمام. فعشان تحول من نيوتن للداين بتضرب في 10 باور 5، من الداين للجرام ويت بتضرب في 980. تمام تمام. من الكيلو جرام للجرام بتضرب في 1000، 10 باور 3 يعني. من كيلو جرام للنيوتن كيلو جرام ويت طبعا بتضرب في 9.8. تمام تمام جدا. طيب دلوقتي بقى في حاجه تانية انا عايز اوضحها، ايه الحاجه ديت؟ بص يا غالي، مبدئيا كده لو انت هتعكس الاسهم بقى، يعني عايز من نيوتن للكيلو جرام ويت، ما هنا مكتوب تايمز 9.8 هتعمل ديفايد 9.8. طيب عندك من نيوتن للداين مالتبلاي 10 باور 5 يبقى العكس ديفايد 10 باور 5. انت بقى تكمل الباقي بنفس النظام، شوف اتجاه السهم والعكس الاتجاه طبعا بيكون العكس. تمام تمام. خلينا نكمل. بص بقى يا غالي، ديت ورقة المفاهيم. عندك كده عدة قوانين، يعني انا هحاول بقدر الامكان على قد ما اقدر ابسطهم. يعني بص، اول حاجه بيقول لك الاس بيساوي ار ماينس ار 1، يعني ممكن نعتبر نقول دي على ار ونقول دي ار ونقول دي ار ماينس ار نوت بنص المنهج. تمام تمام. واس ايكوال تو في. حلو حلو ان دي جت، انا كنت ناسيها. ليه؟ صحيح زي ما قلنا مثلا زي ايام تالتة اعدادي ما بنستخدمش قانون فيلوستي بيساوي ديستانس على تايم. القانون ده بيستخدمه في حاله الجسم ماشي بحاجه اسمها يونيفورم فيلوستي. يعني ايه يونيفورم فيلوستي؟ وخلي بالك هنا قلت يونيفورم اكسلريشن، هنا يونيفورم فيلوستي. يعني في الثانيه الاولى، الثانيه الثانيه، الثانيه الثالثه، الثانيه الرابعه ماشي بنفس السرعه. يعني لو ماشي هنا بخمسه يبقى هنا بخمسه بخمسه بخمسه. تمام تمام. ساعتها تقدر تستخدم القانون دوت. خلينا نكمل. القانون ده بيقول لك الاس بتساوي ار ماينس ار نوت، وهنحاول ما استخدموش بقدر الامكان يعني. تمام. الافريج فيلوسيتي بيساوي توتال ديسبيسمنت على توتال تايم. 1 كيلومتر بر اور بيساوي 5 على 10 متر بر سكند. دي جت منين؟ مش احنا قلنا كيلومتر بر اور لمتر بر سكند نضرب 5 على 10 وملتبلاي 5 على 10 ب 5 على 10. والكيلو متر في 1000، في 1000 متر، والطن في 1000 كيلو. الكلام ده كله قوانين الحركه اهي. الحته دي حلوه بس يعني للاسف مفيش وقت نوضح، احنا عايزين على قد ما نقدر كده. تمام. في موضوع في المنهج اسمه المومنتم. ايه هو المومنتم؟ بيترجموه كميه الحركه، بيساوي الماس في الفيلوسيتي. بيساوي الماس في الفيلوسيتي. تمام تمام. ماس في الفيلوسيتي. الماس في الفيلوسيتي. تمام تمام. هو دوت المومنتم. المومنتم بيرمزوا له في المنهج بالرمز اتش. تمام تمام. قوانين نيوتن للاسف يعني مش هنقدر نوضحها بقدر الامكان، بس يعني هنحاول كده على قد ما نقدر. بص يا غالي، يعني مش عارف اقول إيه بصراحه، بس ماشي خلينا نحاول كده على قد ما نقدر في الرسمه دي. بص يا غالي، مبدئيا كده انت في اي رسمه نيوتن انت مجرد بتعمل بلس وماينس لحاجات. ده بالنسبه لقانون نيوتن التاني والتالت. قانون نيوتن الاول بتلاقي اللي فوق قد اللي تحت، يمين قد شمال، يعني انت حاول تفهم. تمام تمام. لو انت ما فهمتش عادي مش مشكله، احنا هنحاول نلم على قد ما نقدر. طيب قانون نيوتن التاني انت بتكتب ايه؟ بتكتب ماس في اكسلريشن. تعالى كده اقول لك تحل اي سؤال ازاي يعني على قد ما تقدر، ولو ما عرفتش برضو ايه حاول. تمام. بتكتب ماس في اكسلريشن. الماس في اكسلريشن، بص دايما بيكون في سهم لاتجاه الحركه. سهم اتجاه الحركه، اي حاجه في اتجاه الحركه بلس، اي حاجه عكس اتجاه الحركه ماينس. ايه عكس اتجاه الحركه؟ ام جي ساين ثيتا. انا المفروض الكلام ده انا اقدر اشرحه شرح تفصيلي واخليك فاهمه 100 100، ولكن بص يعني عشان الوقت فاهم برضه يعني ده ما كانتش فكره الفيديو. انت عندك الجسم بيكون نازل له ويت هنا اللي هو ام جي، لو اعتبرنا ان دي ثيتا فتكون ام جي كوزين ثيتا، ام جي ساين ثيتا، ده نورمال رياكشن، الكلام ده كله. تمام تمام. قبل اي حاجه انا انصحك تروح تحاول تلم الدنيا من اي فيديو اصلا ساعتين ولا حاجه مراجعه المنهج. حرفيا هتلاقي نفسك فهمت المواضيع دي، هتكون مستغرب انت ازاي ما كنتش فاهم حاجه زي كده. اي فيديو على اليوتيوب مراجعه المنهج الداينامكس ده في ساعتين هتلم الدنيا. خلينا بقى ندخل في موضوع الحلقه بتاعت النهارده، وعلى بركه الله بسم الله نبدا حل كده. انا مجمع حبه اسئله على قد ما اقدر. تمام تمام. اسئله بتتكرر في الكثير من الامتحانات. حد قال له انا كده هحل امتحان كله؟ ما قلتلكش انك هتحل امتحان كله، قلت لك تضمن درجه بعض الاسئله. تمام تمام. قال لك 1 على 7 جرام ويت لداين. طب اهي من جرام ويت لداين قلنا بنضرب في كام؟ في 980. يعني معناها هنعمل 1 على 7 ملتبلاي 980. خلينا كده نجيب الآلة الحاسبة. ثانية. وفي ايه؟ تمام. 1 على 7 في 980. تلاقيها طلعت لك 140. اذا الاختيار هيكون سي 140. خلينا نشوف السؤال اللي بعد كده.
السؤال التاني بيقول لك ايه، السؤال ده بيتكرر في امتحانات كتير فيعني متضيعوش. بيقول لك the body moves within the magnitude of the displacement. عايزين نوضح حاجة، احنا عندنا الشخص ده، تمام تمام، ثانية واحدة ونكمل. تمام رجعت لكم، خلينا نكمل، مع اسف على القطع. تمام، عندنا الولد دوت على سبيل المثال لو مشى من هنا لهنا على سبيل المثال 5 متر، تمام، مشى في خط مستقيم، معناها الديستانس اللي مشاها 5 متر. طيب الديسبيسمنت، عايزك تعرف ان الديسبيسمنت اقصر خط هتمشي فيه من البدايه للنهايه اقصر طريق. ما هو برضه يعني هو ثانيه واحده، لو هو مشى هنا فهو في الديستانس، هي الديستانس الحاجه اللي اوريدي فعلا مشاها، هو فعلا مشى 5 متر. طيب عايزين الديسبيسمنت اقصر نقطه من البدايه للنهايه، للاسف برضه هي 5 متر. طيب تعالى كده يا صديقي نشوف في الحاله الثانيه، رجع الراجل ده مكانه. الراجل مثلا هنا الديستانس مشى هنا 3، بعدها قام طالع فوق 4، يبقى الديستانس هنا يا صديقي بتكون بتساوي كام؟ بتساوي 7. حلو الكلام، حلو الكلام. طيب تعالى كده نشوف الديسبيسمنت بقى في الحاله دي. الديسبيسمنت في الحاله دي اقصر نقطه من البدايه للنهايه، الديسبيسمنت هي الخط. طيب الخط ده بيساوي كام؟ انت عندك ده 4 ودوت 3، وده كده كده زاويه 90 لانه هو كده طلع خط مستقيم، طلع كده بعد زاويه 90. فدوت عامه من قوانين فيثاغورس بيساوي روت 4 وروت 3 وروت 5. عامه حل بسيط جدا وهتحفظه، بس فاهمك جاي منين. تمام تمام. فمعناها ان الديستانس طلع ب7 والديسبيسمنت ب5، يبقى دايما الديستانس بيكون اكبر من او بيساوي الديسبيسمنت. يعني هنا الديستانس اهو، هنا الديسبيسمنت كان بيساوي كام؟ 5. اقصر نقطه من البدايه للنهايه، هو الخط ده طوله 5 من عن طريق الجيومتري، والديستانس الفعليه 7. طيب هنا الخط اقصر خط كان ب5 والديستانس الفعليه ب5، يعني الديستانس هنا ساوت الديسبيسمنت، ولكن هنا الديستانس كانت اكبر من الديسبيسمنت، يبقى على طول الديستانس بتكون يا اكبر من يا بتساوي الديسبيسمنت. خلينا نشوف السؤال اللي بعد كده. تمام، جالك الشكل اللي احنا قلنا عليه الفورم بتاع الريلاتيف فيلوسيتي. يعني عندك في اي بي قلنا بتساوي اول ماينس تاني بيساوي في ايه ماينس في بي. تمام تمام. قال لك في ايه بيساوي 15 ان، سيبك من ان في يعني ما تعتمدش كده كده مكتوبه هنا في الاخر مش لازم. قال لك في ايه بيساوي 35 ماينس في بي. حلو، طلع لك ايكويشن 15 بيساوي 35 ناقص كام؟ بالدماغ كده يعني 20، ممكن تعملها شيفت كالك عادي يعني. 15 بيساوي 35 ناقص كام؟ هي دي في بي اهي، دي اللي هو عايزها. تمام، تقوم حاطط لك الان دي، يعني ان دي بس مجرد دايركشن فيكتور كده. تمام، نفس السؤال هنا، قال احنا عايزين الفي اي بي، مش يعني دلوقتي احنا عايزين ايه؟ احنا عايزين الفي اي بي. طيب مش الفي اي بي دي هياها في اي ماينس في بي. حلو الكلام، حلو الكلام. في اي ماينس في بي بيساوي 60، بيساوي ايه؟ في اي ب 65. هغير لون القلم ده عشان مش ظاهر، ثانية واحدة. ماشي، في اي بيساوي 65 ماينس في بي اللي هو ب 80. 65 ماينس 80 بالآلة الحاسبة كده هتلاقيها طلعت لك بنيجاتيف 15. ثانية كده، هتلاقيها طلعت لك بنيجاتيف 15. تمام تمام. خلينا نشوف السؤال اللي بعد كده. برضو دلوقتي جالك سؤال على قوانين الحركة. بص يا غالي، مبدئيا كده احنا هناخد كده من ورقة المفاهيم اهوت التلات قوانين نحطهم قدامنا من ورقة المفاهيم اهمت. تمام، قال لك a cyclist moved on a straight road with a velocity 15 كيلومتر per hour. ماشي، لا ده حلو، ده اصلا طلع مش قوانين الحركه، ماشي ده relative velocity عادي. تمام تمام. قال لك then the algebraic، ماشي بيقول لك ايه then the algebraic measure of the velocity b respect to a. يعني ايه؟ قال لك velocity b respect to a، فبنكتبها في بي a velocity b respect to a. تمام تمام، في اي بي. تمام. بص بقى يا غالي، دلوقتي ده ما قالش ارو، ده سؤال كلامي عادي، فاحنا ايه مش هنحله بالارز، احنا هنحله بالاتجاهات. عفوا هزيت المايك، هنحله بالاتجاهات بتاعتنا عادي. لو الاتنين في نفس الدايركشن في بي ماينس في اي، لو الاتنين عكس بعض ماشيين في عكس اتجاه بعض هنلاقي السرعه كبيره جدا. تمام تمام. قال لك ايه ماشي ماشي، قال لك اللي ايه ماشي moves in a certain line with a velocity if another bicycle to be moves with a velocity on the same direction. معناها هنعمل ماينس، ده بيساوي في بي ماينس في اي. تمام تمام. هو عايز في بي، عايز في بي اي اللي هي في بي ماينس في اي. طيب قال لك في بي بكام؟ تعال نشوف كده، ب 12.
قال لك في ايه بكام؟ ب 15. 12 ناقص 15 بيساوي نيجاتيف 3. هتقول لي في فيلوسيتي بنيجاتيف 3، حضرتك الجبريك ميجر زائد احنا شغالين بقانون الريلاتيف فيلوسيتي، يعني هو يكون شايفه بيتراجع بنيجاتيف 3. تمام تمام، مش بيتراجع، بيقل عن نيجاتيف 3. تمام تمام، ده قوانين الحركة زي ما قلنا. طيب بص بقى، حلو. انا قلت لك القانونين دول انت تستخدمهم لو انت بتحدف جسم لفوق اهو، عايزين ماكسيموم هايت او ماكسيموم ديسبيسمنت. طيب لو قال لك بروجيكتد من فوق لتحت، معناها ان هو اترمم اهو، بروجيكتد داون وورد. فانت هتستخدم دلوقتي القوانين الطبيعيه. ايه هي القوانين الطبيعيه اهمت؟ تعالى كده ناخد التلاته دول ايه ونحطهم عندنا قبل ما نحل. تمام، بيقول لك a body is projected vertically downward with velocity 20.6 متر بير سكند. يعني الفي نود السرعة اللي اتحدف بيها بيساوي 20.6 متر بير سكند. from the top of a tower of height كذا، يعني الاس اللي مشاها هي طول البرج، هو اترمى من على البرج لحد ما خبط في الارض، فطبيعي يكون الاس او الديسبيسمنت طول التاور البرج يعني 105.9 متر. طبعا احنا مش قلقانين لان الوحدات متوحده عادي، هو ده متر بير سكند وده متر. تمام، دي مش جرام دي يا جماعه، 105.9. بيقول لك since the velocity reached the ground. هقول لك انت معاك الجي صح، هتقول لي جبتها من الجي دي الجرافيتي اكسلريشن، ما هي 9.8 متر بير سكند سكوير، دي محفوظه. هو قال لك ايه؟ then the velocity of the body when reaches the ground surface. عايزين ال v final. طيب هنحلها منين؟ انت عندك القانون التالت بيقول لك ايه؟ دي ال v final square يا جماعه، ال v final square اللي احنا عايزينها v final square، بس ما تنساش ان هي سكوير، ففي الاخر ناخد روت، بيساوي v node square اللي هو 20.6 يساوي 20.6 سكوير زائد طبعا بوزيتيف او نيجاتيف حسب الجرافيتي. انت بتحدف لفوق، بتحدف من فوق ولا من تحت؟ لو بتحدف من فوق لتحت فمعناها نازل في اتجاه الجاذبيه، دايما الجاذبيه لتحت فبيكون بوزيتيف. بلس 2 في الجرافيتي ب 9.8 في اس الديسبيسمنت اللي مشاها قلنا كام؟ 105.9. بالآلة حاسبة كده هنجيب الفي فاينل سكوير، ما تنساش السكوير بكام. عفوا على الصوت اللي ظهر في الشارع يعني. ثانية 20.6 سكوير. بسم الله. هو مثلا انا قاعد بسجل حرفيا وفاتح الشباك جنبي يعني عشان ادخل لي شويه هوا، فانتوا ممكن تسمعوا اي حاجه في الشارع يعني، فاتمنى ابقى ما انساش اشيلها من المونتاج يعني. تمام، 105.9 ايكوال. طلع لك الفي فاينل سكوير بيساوي 2500. طيب احنا عايزين الفي فاينل بس، هتاخد روت ال 2500 اهو، ممكن تكتب روت 2500 وروت انسر على طول، هتلاقيها طلعت لك بكام؟ هتلاقيها طلعت لك ثانيه، احنا في حاجه عملناها غلط تقريبا. ثانية نشوف كده، في فاينل سكوير ماشي بيساوي في نود سكوير زائد 2 في ايه في اس. تمام، تعالى كده جرب على الآلة حاسبة معايا. 20.6 سكوير بلس 2 في 9.8 في 105.9 طلع 2500. لا يا جماعة مظبوطة صح، الإجابة هتكون 50. تمام تمام، خلينا نشوف السؤال اللي بعد كده. تمام تمام، دايما هيجيلك سؤال بارتكل هتلاقي فيه الار فيكتور والشكل ده، هو هيجيلك بنفس الشكل ده. مادام السؤال ما جالكش فيه كلمه ساين وكوساين، بصمك حلو بالطريقه دي. بص هتعمل ايه؟ الاس بيساوي هتاخد اللي جنب التي على طول، هتقول لي ايه؟ يعني انت دلوقتي عندك هنا 3 و4 هتحطهم ومالكش دعوه، وانت مش فاهم اي حاجه ومش لازم تفهم حاليا عشان انت بتنجز 3 و4. تمام تمام، هو قال لك عايزين الماجنتيود اوف ماشي، هو ممكن يقول لك الديسبيسمنت بكام والتي ايكوال 1، بس ما تنساش ان انك تكتب 3 تي و4 تي. انت تاخد دوت وده اللي بتاخد اللي فيه تي وتحطه. قال لك التيب 1 هتعوض على التيب 1، 3 في 1 3، 4 في 1 4، ده الاس. لو قال لك هات الاس بس تروح تختار في الاختيارات، لكنه قال لك ماجنتيود اوف ديسبيسمنت، يعني عايز الماجنتيود بتاع الديسبيسمنت ده. تمام، اللي هو بيساوي ايه؟ تقوم رايح واخد روت 3 باور 2 زائد 4 باور 2. الماجنتيود اوف ديسبيسمنت بتنطبق نظريه بايثاغورس، فده طلعت لك ب5 تروح تختار 5. وبس كده يا جماعه نكون وصلنا لنهايه الفيديو. انا حاولت اشغل دماغك، ففي البدايه في النهايه بقى عايز اديك نصيحه، انصحك تروح تشوف اي فيديو مراجعه تلم المنهج بشكل كامل، بعدها تبدا تحاول تشغل دماغك في ورقه المفاهيم. وبس كده نكون وصلنا لنهايه الفيديو، وانا والله حاولت اعمل عليا اشغل لكم دماغكم في كام سؤال ازاي نحلهم يعني.
ويلا سلام. صح، للعلم دي اكتر اسئله بتتكرر في الامتحانات يعني، فغالبا الاسئله دي هتجيلك بس مش بنفس الارقام، تمام؟ فانت تضمن درجات الاسئله دي. وصح، في سؤال انا ممكن اضيفه، هو يجي يسالك على المومنتم. المومنتم بيساوي ماس في الفيلوسيتي، يعني مثلا يقول لك بادئ في ماس 2000 كيلو وماشي بفيلوسيتي كذا. تمام، هو دي المومنتم يعني، تمام. ممكن بقى لازم يعني تشوف الاختيارات، مثلا لو اداك الماس بكيلو جرام والفيلوسيتي متر بير سكند، يبقى الوحده اللي هتطلع لك المومنتم كيلو جرام في متر على السكند. تمام. وبس كده نكون وصلنا لنهايه الفيديو، اتمنى يكون عجبكم، ويلا سلام.